ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاك عن موضوع مهم جدا يخص النجاح وشعور النجاح ازاي ممكن يكون بيدمرك مش بيخليك تنجح بجد. مبدئيا يعني انا كل مره بطلع لكم في الحته دي ورايا ممكن هدوم وحاجات شويه كده، بس انا بختار الحته دي عشان بحس الانرجي بتاعتها حلوه والاضاءه كمان بتاعتها كويسه قوي. المهم انه انا جايه اتكلم معاك زي ما قلت لك عن النجاح. من النقط المهمه قوي اللي انت محتاج تعرفها عن النجاح ان انت ساعات مش بتسعى للنجاح بشكل حقيقي، انت بتسعى للنجاح المزيف اللي هو يخص صورتك قدام اهلك، صورتك قدام الناس اللي تعرفك، صورتك قدام الناس في العموم، الصورة اللي اتبرمجت في عقلك اللي بتتسمى نجاح، صورتك بينك وبين نفسك القليلة اللي انت عايز تشوفها في حتة تانية عشان تسميها نجاح. مبدئيا عشان تنجح حقيقي لازم صورتك الداخلية او صورتك الذاتية اللي هي جوه نفسك اللي انت شايفها عن نفسك تكون شايفها ناجحة، تكون شايفها ليها قيمة عالية، تكون شايفها ان هي في وضع كويس، تكون مشحونة بمشاعر الرضا. لكن طول ما انت حاطط جواك ان هي في حاجة لسه ناقصة بتكمل انت وبتكمل نجاحك، اعرف انه النجاح هيبقى بعيد قوي عنك. من الحاجات اللي قلتها مهمة برضو في الفيديو اللي كان على الانستجرام هو انك ما تسعاش انك تنجح من خلال حقوقك. يعني ما ينفعش تشوف انه لما يبقى معاك فلوس بتكفيك هو ده النجاح او هو ده الهدف، او انك بتحاول طول الوقت تسعى انه يبقى معاك بارتنر بيريحك او علاقات مريحة، او انك تسعى انك تلاقي شغل، او انك تسعى ان انت تبقى عايش كويس. كل الحاجات دي مش اهداف. طب حد هيقولي دلوقتي انا ده مش متوفر في حياتي المفروض ما اسعالوش؟ لا، اسعاله بس عقلك يكون مركز انه ده مش هدف او انه مش ده النجاح. عقلك يكون شايف انه ده حق من حقوقك على الارض. انت كماشين ليك ادوات بتشتغل بيها او ليك زيت بتخلي الماشين دي تشتغل. فالزيت بتاع الكينونة الإنسانية الكينونة الإنسانية اللي فيها نفس وجسد هو إنك يبقى معاك بارتنر، يبقى معاك فلوس، يبقى معاك أكل وشرب، يبقى معاك بيئة مريحة. هو ده الأساس بتاعك. دي حاجات من حقك تاخدها عادي عشان انت تقوم بدورك على أفضل شكل ممكن. فلو انت ركزت على انك عايز تنجح من خلال انك تبقى في وضع مريح قدام الناس، محقق انه معاك فلوس، محقق انه معاك بارتنر، هتلاقي انك طول عمرك بتحاول تكون ناجح ومش هتحس بالنجاح. الناس شايفاك ناجح بس انت من جواك مش حاسس بالنجاح. حاجة تانية لازم تكون بتشوف انه الجانب الترفيهي الكبير في حياتك هو اساس النجاح. طول ما انت بتحاول توفر جانب الراحة والنفسية المريحة والترفيه والمواهب اللي انت بتحب تمارسها لنفسك ما فيهاش اي بلانز، طول ما ده موجود في حياتك بشكل كبير اعرف ان انت شخصية جدا ناجحة، لانك بتبص لراحة نفسيتك في الاساس. فبالتالي عارف تعمل ده كويس قوي والفلوس بتخش لك بكل يسر، او مصدر المال او الانتاج بتاعك. يعني المفروض انك تنتج وتعمل فلوس بوقت اقل بكتير من الوقت اللي انت بتمارس فيه هواياتك وترفيهك عن نفسك وترفيهك مع اسرتك، والوقت اللي هو اسمه بنسميه احنا كواليتي تايم. فلو بتعرف تخلي فيه كواليتي تايم كويس ليك اعرف ان انت كده شخص فعلا في الفلو الطاقي بتاع النجاح. حاجة تانية من الاشارات اللي بتقول ان انت شخص ناجح هو انك انت ما بتبصش ابدا انه لو ما وصلتش للهدف او للحاجة دي، مش قلنا مش حقوق بقى، هدف حقيقي زي مثلا انك تطور من نفسك في كورس معين، سافرت بره، عملت، دي اهداف انك تطور من نفسك. فلو ما وصلتش للهدف ده جواك ما حسيتش انك اقل او حسيت بالنقص او انك ما وصلتش الهدف ده فبتتضايق، لو ده ما بيأثرش فيك فدي علامة تانية بتأكد ان انت شخصية ناجحة، لانك ما بتقيمش نفسك من الحاجات اللي بتوصل لها، انت بتقيم نفسك من السعي ورا تطوير النفس في العموم. انك بتسعى لتطور النفس ده معناه ان انت شخص ناجح. حاجة تالتة بتأكد ان انت شخص فعلا ناجح مش شخص ناجح نجاح مزيف، هي ان انت بتعرف تستمتع بالمينيمم، يعني بأقل حاجة بتعرف تستمتع بيها. لما بيكون اي حاجة كنت عايزها واشتريتها حتى لو بسيطة
بسيطه قوي بتبقى فعلا grateful او بتبقى فعلا ممتن او بتعرف فعلا تستمتع بيها. لان احنا اصبحنا بنفضل نحصل على حاجات، نحصل على كميه حاجات وكل حاجه حواليك دلوقتي بتبرمجك ان انت تفضل تاخد وما تستمتعش، مش بتوجد الشعور الحقيقي اللي انت بتدور عليه اللي هو الاستمتاع والراحه والانبساط. فلو بتعرف تستمتع بابسط حاجه، زي مثلا انت رحت تشتري دي، لو انا في السوبر ماركت ورحت اشتريت دي مثلا، لازم احس ان انا ممتن ان انا كنت عايزها واشتريتها. لو جبت كيس مناديل انا كنت محتاجه واشتريته، احس بان انا ممتن لابسط الحاجات اللي انا كنت عايزها وقبل ما انزل من بيتي عايزها وربنا وفقني ان انا اخدها. فلو بتعرف توصل للشعور ده، اتاكد ان انت شخصيه فعلا ناجحه مع نفسها وناجحه مع الذات والشعور اللي بتحسه الذات بتاعتها. انا كنت مبسوطه قوي ان انا اديتكم التبس البسيطه دي، وبتبسط دايما ان انا بعمل لكم فيديوز، وان شاء الله هعمل فيديوز كتير قوي قوي، وكمان فيها السول دانسينج او الدانسينج بتاعتي، السبيريتشوال دانس بتاعي اللي بعرضه على الانستجرام. وكنت ناويه ان اعمله في الاول على اليوتيوب، بس ان شاء الله الفتره الجايه هحاول اركز مجهودي عليه. ودايما بنعمل سيشنز وجلسات فيها ازاي تطور الروح، ازاي تطور النفس، ازاي تطور الذات بتاعتك من خلال السبيريتشوال دانس او من خلال التكنيكس اللي في الكوتشنج اللي احنا بنعملها وتقنيات التحرر. لو حبيتوا اي وقت تستفسروا عن ازاي تمشي في التراك اللي يطور ذاتك ويساعدك نفسيا انك تتطور عشان حقيقي تحس بالنجاح بينك وبين نفسك، ما تترددش ابدا ان انت تبعت لنا مسج على الانستجرام او تكتب لنا على الكومنتس او تبعت لي في اي حته، انا برد على كل الناس. كنت مبسوطه ان انا معاكم، وان شاء الله اشوفك في فيديو تاني. وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبك وشير عشان دي كارما ايجابيه. اشوفك في فيديو تاني، باي باي.